زي النهارده 29 يونيو سنة 1906 حدث عالمي ومهم، وهو تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في شهداء مذبحة دنشواي، وهم حسين علي محفوظ ويوسف حسن سليم والسيد علي سليم ومحمد درويش زهران. في يونيو سنة 1906 خرج بعض الضباط الإنجليز لصيد الحمام بالقرب من دنشواي، أحد القرى في محافظة المنوفية. حذرهم الأهالي من اقتراب البارود من القمح حتى لا تحدث حريق كبير، ولكن الضباط لم ينتبهوا لذلك. وحدث أن أخطأ أحد الضباط بإطلاق طلقة من البندقية فأصابت امرأة وماتت على أثرها. غضب الأهالي من الضباط فطردهم حتى أصاب أحد ضباط الإنجليز بضربة شمس ومات. استغلت الإدارة البريطانية تلك الحادث لإظهار القسوة الشديدة لترهيب الحركة الوطنية الصاعدة، فأحالت 52 من أبنائنا وأجدادنا من الفلاحين للمحاكمة، وانتهت المحاكمة إلى الحكم بالإعدام لأربع مصريين شنقا، ومعاقبة 12 آخرين بالأشغال الشقة المؤبدة، وجلد 5. وقد ترأس هذه المحكمة ضابط ضابط ظالم، بخلاف ان القضاء كان في هذه الفترة انجليزي. وكان في قاضيين مصريين هم بطرس غالي والقاضي احمد فتحي زغلول شقيق سعد باشا زغلول. وكان هناك ظلم جاري وتجني واضح على المصريين في تلك الفترة العصيبة، وقد اعتبروه المحاكمة محاكمة جناه، مع أن جنود الاحتلال الإنجليزي في تلك الفترة هم الذين قاموا باقتحام أحد أجران القمح، وهم من بدأوا بضرب النار على الأهالي. ويقول مدعي النيابة إبراهيم الهلباوي ضمن مذكراته أثبت التهمة على المصريين، وما يلي هؤلاء سفلة. طبعا يعني والأهالي أهالي دنشواي يعني ناس على خلق كريم، وكانوا بيقابلوا الناس بحفاوة واستقبال ونبل. طبعا الزعيم المصري مصطفى كامل ندد بالحادث وقال ما ينفعش ان هم يعملوا فينا كده وفي كل مصر كده، وراح في اوروبا وبره اوروبا يطلب الانجليز بسحب اللورد كورمان في ابريل سنة 1907. وعينت احد الجنرالات بعد معاهدة بريطانيا خليفة له في مصر، يعني جابوا لورد تاني. وهجمته صحيفة اسمها صحيفة اللواء في الفترة دي، وأنشأها كان الزعيم مصطفى كامل، كان رئيس وزراء